فانا هقلبها معاكم، بس ادعوا لي ان هي تتقلب وتطلع مظبوطه، بس سيبوكم من الدوشه والهيصه والمهرجان اللي ورايا ده. اكبر صينيه كنافه على اليوتيوب. شايفين الصينيه حجمها ايه؟ بسم الله ما شاء الله. نسيبها بقى كده على ما البخار ده كده بقت حلوه وتشرب الشربات بتاعها وتبقى ايه اخر حلاوه. وكل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي، وربنا يا رب يجعله رمضان الخير على الناس كلها يا رب وعلى الامه الاسلاميه كلها. ومش بقى تدعموني ولايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. هنسيبها بقى 10 دقايق كده. حلواني فيك يا مصر. شايفين اهي، شايفين اللون موحد والريحه ما اقولكوش خطيره. واللي هيقول لي ايه اللي في الطبق البلاستيك اللي على التلاجة ده هديله منه واحده يعملها عصير. شايفين يا حبايب قلب الكنافه صينيه حلوانيه اقسم بالله. كل الناس بتعمل كنافه بس مش كل الناس بتطلعها قالب كده زي موال. نسمي الله بقى ونبدأ على بركة الله. طبعا جبنا معانا الكنافة بتاعتنا، معايا كيلو كنافة. هي المفروض ان هي كانت تجيلي طازة، بس قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال. ونقول حلال الله اكبر ونبدأ الفيديو بتاعنا، نسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول اللهم اخرجني من حول وقوتي والجين لحولك وقوتك يا ذا القوة المتين. حبايبي انا اماني ودي قناتي، لو ما اشتركتيش معايا في القناة يا ريت تنوريني باشتراكك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتبقى اختي من اخواتي. طبعا الكنافة بتاعتنا انا والله كنت جايباها والنيه لله ان انا هعملها ايه مبرومه، اللي هي الكنافه المبرومه اللي بتيجي في العلب الحلويات دي، بس للاسف ما جاتليش طازه، جاتلي زي ما انتوا شايفينها كده. فطبعا دي ما تنفعش لان هي عايزه المبرومه دي عايزه تكون كنافه طازه وتعمليها بقى وهي ايه لسه شرايط كده. فطبعا هنرميها لا طبعا، فقلنا ايه هنعملها صينيه، وهعملها صينيه زي بتاعت زمان. يعني كلنا فاكرين واحنا صغيرين ان الحاجة اللي بناكلها اول مرة دي بيبقى لها طعم ومذاق خاص، حلوة مذاق دي بيفضل ايه في دماغنا وفي تفكيرنا في عقلنا الباطن يعني لحد ما نكبر. فانا قلت هعملها النهارده صينيه كنافه بالمكسرات، بس طلعت تحفه يا جماعه والله العظيم، يعني بألف هنا وشفا لكل اللي داق منها. وطبعا حلاوه الحاجه مش انك انت تعمليها وتاكليها لوحدك، لا، بتحس بطعمتها وحلاوتها لما بتاكلي منها وبتاكلي منها كل حبايبك. يا رب بألف هنا وشفا لكل اللي داق منها يا رب. طبعا بعد ما قطعنا الكنافه كده مسكتها فركتها كده بين ايديا علشان خاطر ايه ان هي تبقى مفلفله كده وتبقى ايه مش مكتله يعني. ودهنت الصينيه بالسمنه البلدي ورحت حاطه الكنافه بتاعتي كده. واهم حاجه اهم حاجه في صينيه الكنافه انك انت تضغطيها كويس، هي دي اكتر حاجه بتظبط معاكي صينيه الكنافه، عشان لما تيجي تقلبيها او تيجي تقدميها تلاقيها ايه ماسكه نفسها كده وقالب واحد. طبعا احنا دهنين الصينيه سمنه، انا ما دهنتش الكنافه ولا حطيت عليها سكر بودر ولا كل الافتكاسات دي، انا بعملها بالطريقه القديمه يعني الف ب كنافه. طبعا معايا هنا المكسرات. انا رحت والله العظيم للامانه رحت اشتري، لقيت العلبه اللي انتوا شايفينها في ايدي دي لقيته بيقول لي عليها والله العظيم جايباها ب57 جنيه. شفت الظلم ب57 جنيه. فانا طبعا مش هجيب بقى كل الكميه 57. فجبت بقى بندق وجبت لوز وجبت عين الجمل وفستق، بس كفايه قوي رضا. ورحت جايبه ربع كيلو سوداني، واخده نص الكميات اللي انا جبتها دي، ما انا مش هعملهم كلهم مره واحده واقعد كده طول الشهر احط ايدي على خدي بقى. رحت جايبه الربع كيلو سوداني وحط عليه نص كميه البندق ونص اللوز ونص عين الجمل ونص الفستق، ورحت ماسكاهم في المطحنه وطحناهم كلهم على بعض. بسم الله ما شاء الله، خدت طعم المكسرات مع السوداني حبيبنا، والكميه برضو ايه زادت معايا. فدي فكره ايه كنت حابه اقولها لكم، يعني لو انتوا إيه الحال على قده زي حالتي كده. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، وديمها نعمه علينا. ورحت طحناهم واخد منها بقى وارش كده على الصينيه مع شويه زبيب مع شويه جوز هند. اللي ما بيحبش جوز هند ما يحطش، ده اختياري، ممكن تعمليها من غير اي حاجه خالص ساده كده وهتبقى تحفه برضه. وزي ما انتوا شايفين كده شكلها يعني جميل قوي. نيجي بقى لنص كميه الكنافه، يعني انا باخد التلتين في الارضيه والتلت بسيبه للوش، تلت كميه الكنافه يعني. وبرضو فرفتها كده بين ايديا وخليتها مفلفله كده، ورحت ايه فوق المكسرات وحطيتها برضو رشتها كده ايه بحيث ان هي تغطي الصينيه كلها. ونرجع تاني نعمل ايه بقى اللي مركز معايا يقول لي هنعمل ايه.
بجيب الصينيه الصغيره اصغر من الصينيه اللي انا بعمل فيها، وبرضو بنفس الحركه اللي انا عملتها في الارضيه بعملها على الوش. بقوم ماسكه الصينيه واضغط عليها وبايدي يعني بكل قوتي كده، وانزل ايه اضغط في صينيه الكنافه. احنا مش ورانا حاجه الا هي. خلاص تمام لحد كده تمام. نفضل بقى نضغط فيها لحد ما تحس ان هي اتمسكت كده معاكي، وما تحطيش السمنه عليها في الوقت دوت، علشان خاطر هتيجي تضغطي بالصينيه هتلزق في الصينيه، وهتفضل حوار كده هيغلبك معاه. فانت تدهنيها تضغطيها على الناشف كده الاول، وبعد كده تدهني السمنه اللي انت عايزاها. وعشان تضمني صينيه كنافه مظبوطه، انا بقول لكم الحركات اللي تخليها معاكم مظبوطه. مش بقول طبعا الامهات وستات البيوت الشاطرين اللي زي الفل، لا، انا بقول للبنات اللي لسه بيتعلموا، اللي لسه اول مره يدخلوا المطبخ ويعملوا مثلا صينيه كنافه، يعني هيدخلوا المطبخ اول مره على الكنافه عدل. ما علينا. شايفين سطحها بقى مستوي ازاي؟ اجيب بقى السمنه البلدي بتاعتي، بس بقول لكم عشان صينيه الكنافه تتظبط لازم تسقيها سمنه مظبوطه. يعني انتوا عندكم مثلا السوريين والشوام بيحطوا بيغطوها كده بالسمنه، وبعد ما بتستوي بيصفوا السمنه الزياده. طبعا انت لو انت عامله دايت تبتعدي خالص عن الموضوع ده. وزي ما انتوا شايفين كده بمسكها اسقيها. هي خدت الصينيه الكبيره دي خدت مني حوالي نص كيلو سمنه، والله العظيم والله على ما اكله شهيد، خدت مني حوالي نص كيلو سمنه. بس طلعت مظبوطه ظبطت اساتذه، يعني شيفات يعني مفيش كلام. احنا مش كل يوم يا جماعه هناكل كنافه برضك، يعني احنا بنعملها مثلا مره كل فين وفين. وبعدين عايزه اقول لكم ان السوشيال ميديا عموما متغرقه كنافه اليومين دول. مفيش 5 ايام وهتلاقي بقى داخل كحك العيد وبسكوت العيد والكلام ده والبيتي فور والغريبه وكل الحلويات الجميله دي. بصوا لازم تتاكدوا ان كل حته في الصينيه دخل فيها يعني ايه اتغلفت بالسمنه كده. واخدها بقى واحطها في الفرن وتطلع معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، لا سحر ولا شعوذه، في ثواني. وبحطها على الرف اللي في النص في فرن البوتاجاز علشان ايه تتحمص كده وتتحمر براحتها، تبقى من فوق ومن تحت ومن جوه مقرمشه وحاجه كده تفتح النفس. وبعد كده انا طلعتها اهوت بسقيها الشربات وهي سخنه، ويكون الشربات بتاعها بارد وتقيل، واغطيها بالغطا او اي غطا اغطيها بيه شويه على ما البخار بقى يطريها شويه كده وتبقى جميله. وبعد كده ايه بنقلبها سوا مع بعض، وزي ما شفتوني في اول الفيديو كده طالعه قالب مظبوط 100%. حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. يا رب الفيديو يعجبكم، واللي عجبه طريقتي يكتب لي في الكومنتات. وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي وما تحرمش منكم ابدا. اسيبكم في رعايه الله واشوفكم الفيديو الجاي على خير. رمضان كريم.